طبق رز بالكاري السعودي مع نص فراخ بالعظم تحفه بجد. جبت معلقتين من الزيت، وطبعا نزلت على طول بنص فراخ اديت لها صدمه كويس جدا اللي هو بالعظم عادي. وبعد كده نزلت بالتوابل بتاعتي: حبهان، ورق لورا، قرنفل، فلفل حصى، ملح، وطبعا ملح حسب الرغبه، ومعلقه من الكاري. وقلبت ده كله كويس جدا لحد ما الكاري والتوابل تاخد تستنج مع الفراخ. ونزلت على طول بربع كوبايه من الميه عشان ما تبقاش صيصه معايا. غطيتها كويس، وبعد كده قطعت نص بصلايه اي تقطيعه، ويستحسن لو قطع صغيره. وبعد كده نزلت بالبصلايه، ووراها على طول ورقتين من كزبره مع قرن فلفل حامي. قلبت ده كله ونزلت على طول بالرز. طبعا حرفيا الرز كان كتير على الحله، بس على مين عرفت اظبط التكايه بتاعته واظبط الدنيا بتاعته كويس جدا. قلبت ده كله كويس. ده الرز اللي طلع معايا بالشكل ده، كان تحفه، ريحه وطعم حاجه بجد فعلا جميله جدا. متنسوش تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد محجوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.